هي ليه الناس الطيبة أكتر ناس بيتقال عليهم ضعفة، أو هم نفسهم بيسألوا نفسهم هو احنا ضعفة ولا طيبين؟ طيب ليه الناس الطيبة أكتر ناس بتتعرض للأذى على الرغم من طيبة قلبهم ونقائهم؟ طيب خلونا كده أكلمكم في الفيديو ده يعني إيه حد طيب، وليه الطيب بيحس إن هو ضعيف أو الناس بتعامله على إنه ضعيف، وإزاي يتعامل مع طيبته دي. يعني إيه طيبة؟ هستشهد هنا بفيديو للشيخ الشعراوي بيتكلم فيه عن الناس الطيبين، هنشوفه ونرجع لبعض على طول. لان الراجل الطيب يقول اذهبوا فانتم الطلقاء، ما هو سيده قال له كده، سيده قال كده، مش سيدنا رسول الله قال كده، قال اذهبوا فانتم الطلقاء. برضه الراجل الطيب لما واحد يعمل فيه اي حاجه يقول له يا شيخ الله مع السلامه. هنا الشيخ الشعراوي وضح لنا يعني إيه ناس طيبة، زي بالظبط ما سيدنا محمد تعامل بكرم نفس مع أهل مكة بعد فتح مكة لما وقعوا في الأسر، وقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. فدايما الإنسان الطيب بيتعامل بنفس كرم النفس دي، بيسامح بيغفر بيعدي، شخص مش مؤذي، ما بيقدرش ان هو يأذي الناس اللي حواليه. طيب ايه بقى اللي بيخلي الناس الطيبة تقع في فخ ان احنا طيبين ولا ضعفة؟ وليه الناس ساعات بتشوفهم ان هم ضعفة؟ الحقيقة ان في 3 اسباب والثلاثة بيؤدوا لبعض. اول سبب